موسم برج الجوزاء، احمينا يا رب. التقلبات الجويه اللي بتحصل اليومين دول مش بتفكركم بحاجه؟ طب والله هي تقلبات برج الجوزاء. اول ما يبتدي شهر برج الجوزاء يا لطيف بنشوف كل فصول السنه الاربعه في يوم واحد، رعد وبرق وحر وشتاء وتراب، واحنا لسه في شهر 6. تقلبات جويه زي تقلباتهم المزاجيه بالظبط. هو احنا ليه بنخاف من برج الجوزاء؟ ليه البرج ده تحديدا سمعته مش لطيفه كده؟ اصل هي فكره عامه عندنا كلنا من غير ما نكون خبراء ابراج ولا علماء فلك، بس دي من كتر التجارب والتعامل مع الجوزائيين لدرجه ان احنا بقينا اول ما نتعرف على حد نساله انت برج ايه احتياطي، عشان لو طلع جوزاء وقتها يا نخلع بسرعه يا ناخد حذر. واحيان كتير مرحله التعارف دي ما تتطورش لاي حاجه ثانيه، اصل هو برج عنده هرمونات بتحركه هوائيين بس، وعندهم كمان تقلبات مزاجيه ما حدش فاهمها، وهم كمان والله مش فاهمين. ممكن يكون بيكلمك الصبح مبسوط ان هو اتعرف عليكي وانك في حياته، ولو اتصلتي بيه بالليل مش هيرد. حاجه كده زي اغنيه احبك اكرهك اسيبك اندهك، ما حدش فاهم حاجه. الزواجيين اوقات كتير بنحس ان عندهم وشين او شخصيتين او شخصيات كتيره جدا. دايما بنحس كتير ان احنا عندنا تساؤلات كتير عنهم وعن شخصيته، وعلى فكره ممكن يعرفك علشان مصلحته بس. شاطر قوي في الهروب، وخصوصا وقت العلاقات العاطفيه. وقت الجد ما تلاقيهوش، لو دخلوا في علاقه ارتباط تلاقيهم بيملوا بسرعه، يعبر عن حبه بسرعه ويزهق برضه بسرعه. عندهم نرجسيه مفرطه وحب ذات لدرجه الغرور، وطبعا اناني وما بيحسش بالذنب، مالتي تاسكر وممكن يعمل 100 حاجه في وقت واحد. علشان كده ما تستغربيش لما تلاقيه عارف عليكي 3 و4 وبيعرف ينظم وقته من غير ما ياثر مع واحده فيكم. على الرغم من كل المساوئ دي لسه في ناس بتدخل في علاقات مع برج الجوزاء، بس هم معذورين برضه. برج الجوزاء شبه الناس التوكسيك، اجتماعيين ودمهم خفيف وقعدتهم حلو، بيعرفوا يقولوا كلام حلو فتحب تسمعه فيخطفوه. صحيح ممكن يختفي فجأة بعدها، بس وقتها هيحسسك انه سامعك وفاهمك وبيحاول يساعدك. خلقهم واسع للشرح والحواديت، غير طبعا قدرتهم الخارقة على التحوير، وبرضه بنصدقه. بيبان ان هم مهتمين من كتر اسئلتهم، بس الحقيقة ده فضول عندهم يعرفوا عنك كل حاجة، اما هم يفضلوا غامضين ما تعرفش عنهم اي حاجة. ولاننا نعشق الغموض والمعاناة فبنقع في حبهم. عشان كده في شوية حاجات تاخدي بالك منها لو حبيب الجوزاء. برج الجوزاء بيحب يكون هو المتحكم والمسيطر، طبع الذكوري مسيطر عليه شويه. عشان كده لو حبيب الجوزائي اوعي تخنقيه، لانه بيكره القيود وبيحب يحس بحريته. علشان كده كتير منهم بيهرب من فكره الارتباط الرسمي اول ما الموضوع يدخل في الجد. فمطلوب منك تتعاملي معاه بذكاء ومن غير زن، وتخليه يحبك لدرجه ان هو اللي يبقى عايز الموضوع يتم بشكل رسمي. لازم تكوني قويه وانت بتتعاملي مع الجوزاء، لان هو مش بيحب الست المسكينه الضعيفه اللي تايهه في حياتها، بالعكس هو بيحبها ذكيه قويه بتعرف تتصرف ومسيطره على حياتها، مش بتعرف تطلب مساعده من حد. الجوزائي كمان مش بيحب حد يغلط، هو اصلا مش شايف نفسه بيغلط. ولو وقعتي في جوزائي وناويه تكملي معاه لازم تعامليه كطفل كبير شويه، يعني وقت الخلافات انت صح عندك حق وهكذا، وده اريح لك لانه مستحيل يعترف بغلط. والله انا مش عارفه ليه حد ممكن يعمل في نفسه كده ويدخل في علاقه مع برج الجوزاء. اهم حاجه بقى انك تتقبلي ازدواجيته وتعرفي تتعاملي معاه، لان انت ممكن تكوني بتاخدي رايه في حاجه بس كل ساعه هيقولك راي مختلف، شويه وشويه لا. برده ما ينفعش تفاجئيه ولا تحطيه قدام الامر الواقع، لانه عنيد وطبعه الذكوري بيرفض ده. علشان كده لازم تديله مساحته في التفكير وانه يقول رايه حتى لو هيتغير بعد كده. مش بتحبيه وعايزه تكملي معاه استحملي بقى. في صفات كتير مشتركه بين الست والراجل الجوزاء، بس الست الجوزائيه مش ازدواجيه بنفس درجه الراجل الجوزاء. هي عندها تقلبات مزاجيه بس مش طول الوقت زي الراجل. هي برضو اجتماعيه وبتحب ترغي، صاحبه صاحبتها جدا ومحل ثقه، تحب تحل كل مشاكل اصحابها وتقف جنبه، قويه وذكيه وبتحب تعتمد على نفسها، بتعرف تتاقلم مع اي وضع هتكون فيه، مش ملوله في العلاقات العاطفيه زي الراجل الجوزاء، ولا سهل تطلع من علاقه وتدخل في الثانيه كده. وبرضو في شويه نصايح لو وقعت في حب واحده جوزائيه زيها زي الراجل، مش بتحب تحس ان هي مقيده او حد مسيطر عليه، برضو بتحب تحس بحريه. لازم تديها مساحتها في التفكير وان هي تقول رايها، ملهاش في جو التقل والتجاهل، ولو عملت انت معاها كده هي مش هتجري وراك، هي هتنساك. والجوزائيه زي كل البنات طبعا بتحب الهدايا والاهتمام والمفاجآت، مش بتحب النقاشات الحاده ومين يثبت انه صح وقتها، ممكن تخسرك وتخسر النقاش وتشتري راحتها النفسيه. الغريب بقى ان هما بيقولوا علاقه الجوزاء مع الجوزائيه علاقه ناجحه جدا، علشان الاتنين بينهم صفات مشتركه وفاهمين بعض. بس ازاي ده والاتنين عناديين وما بيحبوش حد يسيطر عليهم ولا بيحبوا القيود؟ ما اعتقدش ان العلاقه دي تبقى ناجحه. انا شايفه انه صعب، بس علم الفلك بيقول ان هي هتبقى علاقه متوازنه جدا. انتوا بقى شايفين ايه؟ ان العلاقه دي هتنجح ولا هتفشل؟ اكتبوا لي في التعليقات.